الحكي قبل 3 سنين. اكو واحد اسمه حج عباس بن حج علي. منو هذا؟ هذا أقدم خادم من خدام حرم أبو فاضل. 36 سنة هو يخدم بحرم أبو فاضل. الآن شايب لعله موجود، ما سمعت بوفاته، يمكن موجود ما زال حي يرزق. فاليوم سألوه قالوا له أنت 36 سنة تخدم بحرم العباس، بهاي 36 يمكن وايد شفت كرامات، معاجز، أمور خارقة للطبيعة تحير العقول. قال إيه بالمئات. بس أكو مورد، أكو قضية إلى الآن ظالة بذهني، ما أقدر أنا أستوعبها، ما أقدر أفهمها من هاي 36 سنة. شنو هاي المورد؟ ايش شفت أنت؟ قال يوم من الأيام بعد سقوط صدام، جريب المغرب، شفت لي واحد طب الحرم لابس غاط سترة وبنطلون وحاط نظارة شمسية على عينه. يقول أنا قلت هسه خو دنيا مغرب بعد، وين شمس؟ المن حاط نظارة شمسية. تبين لا شوية وبذا بصفة ولد كاظ ايده. من كاظ ايده عرفت هذا شنو؟ هذا فاقد البصر ما يشوف. بس اثنينهم كشخة. شفتهم يسألون الزوار والخدم شي يقولوا لهم ما دريت، وإذا هم اجوا صوبي نحوي، وكأنما واحد قال لهم هذا اللي تريدونه. اجا الشايب ريال كبير، العين نظارة شمسية سودة ما يتبين شيء. قال لي انت اقدم الخدم هنا، انت اقدم الخدام هنا، انت كم سنة خدمت ابو فاضل؟ قلت له وايد. ليش؟ شو السالفة؟ شو الموضوع؟ قال لي اريد من عندك طلب وانا بخدمتك. قلت له قول، مو قضية بخدمتك، اذا انا اقدر اسوي لك اسوي لك. قال لي انا جايب لي علق اخضر، اريدك تشد العلق برقبتي وتجرني تاخذني يم ضريح ابو فاضل قدام الناس، حتى الناس تشوف شلون انا رايح لابو فاضل بهالحاله. اريدك انت باعتبار اقدمهم. يقول قلت له حجي انت كبير بالعمر، لحيتك بيضاء، انا شد العلق برقبتك واجرك مثل ما يجرون الذبيحه قدام العالم وخلق قدام الله وخلقه، مو حلوه هاي، وايد صعبه علي. قال لي يعني ما تريد تسويها؟ عيال خل اسولف لك سولفتي وقصتي هالنوب، شوف تقدر تسويها لي لولا. قال لي انا طبيب، انا صيدلاني، عندي صيدليه ببغداد. في زمان السابق الطاغيه انا رئيس كبير نقابه الصيدليين اللي عندهم صيدليات ببغداد. صدر قرار من وزارة الصحة آنذاك، قرار مبني على الظلم. الجماعة أطباء الصيدلانيين اللي عندهم صيدليات اجتمعوا عندي، قالوا أنت كبيرنا، أنت رئيس، أنت المسؤول عنه، اكتب كتاب اعتراض مع توجيهات لهذا المسؤول لهذا الوزير ودي للمكتب. كلفوني، ايش بيدي أنا؟ يقول كتبت الكتاب على حسب ما مسؤوليتي بين الزملاء، وديته للوزير الصبح، اعطيته المكتب للوزير. المغرب جريب المغرب
تو مسلم الشمس اشوف طقوا باب بيتنا. انا هم هيشي طلعت على الله، يعني ما انا متهيئ، ملابس البيت لابسهن، بس طلعت وقفت شي، بس فتحت الباب شفت 5 لكفوني حطوني بخيشه وصعدوني بسياره، ولكم صبروا خلا بدل خلا عدل خلا اشوف اهلي. لا لا لا، بس فتحت الباب شافوني انا بسرعه حطوا خيشه على راسي وشدوني وحطوني بالسياره وامشي. ويمشون ويمشون ويمشون، دخلت وين ودوني؟ الى انه دخلوني في بنايه امشي وياهم الى انه اوقفوني في صاله كبيره. عرفت من الحالات الاقدام ان هاي صاله مفروشه رخام جيد. وقفت وانا واقف مغطين راسي هم، وشويه رفعوا، بعدها رفعوا راسي، رفعوا هذا الغطاء من راسي. شفت الوزير ورئيس المعروف اللي الان، شفت الوزير الصحه وصدام امامي واقفين. يقول له سيدي هذا اللي شوش علينا الديره، هذا اللي سوانا بلبله بهاي القرار. يقول ذاكم يضحك بكل بروده بكل هدوء. قال هذا دواء عندي انا عالجه. شويه وصاحب الله كضوا ايديه وريليه، شدوهن كضوهن مسكوه. يقول مسكوني انا مثل الذبيحه اللي ما ادري شو السالفه. واذا شويه قال جيبوا لي تيزاب. شو يريد يسوي هذا؟ قال هاي قطروا كم قطره بعين اليمنى. يقول قطره والتيزاب بعيني، بس انا مثل الديايه المذبوحه فرفر. ظليت اتقلب الم ودم وحاله. بعدها ب20 دقيقة أكثر أقل يقول، وإذا قال يلا وضعت شلة بعين الثانية، قطوا أيضا قطروا بعين الثانية همه، وحطوه بخيشة وقطوه يم بيته، حتى بعد مرة ثانية لا يحترض على قرارنا. يقول قطوني يابوني ذبوني ببيتي يم باب بيتي. وابوه يعني جده عدهم النذر يوم 7 لابو فاضل. مرتي قالت لي البارحه انت شو سنين تذبح لابو فاضل، روح له. واي صعبه على ابو فاضل حتى لو ينطيك عين وحده. يقول قلت لها شنو ينطيني من عين؟ انا عيون ما عندي، عيوني راح ذابا. ابو فاضل خو يمكن واحد عمى من بطن امه يشافي، واحد عيونه ضعفه تشافي، انا عيون ما عندي، عيون ماكو. معقوله عيون ماكو يصير عيون؟ شنو يزرع لي؟ يقول بس حكايه ظلت بذهني تاكل بمخي، مثل اللي فتح لي باب رجاء وامل. قلت خل اروح للعباس، هسه اريد من الله ومنك تشدني يم ضريح ابو فاضل. هلبته الله وكرم ابو فاضل ام البنين العظيمه. يقول اجيت قالت له ما يخالف اذا كذي قصتك مؤلمه محزنه، انا اسوي لك هالعمليه، بس خلي شوي اخر الليل حتى الناس والزوار اقل والمظهر يكون أقل عند الناس. بال11 ونص بالليل يقول جبت العلق خليته برقبته وجريته شوية، شديت العلق الثاني وصل الثانية بالضريح وخليته. يقول ظل ساعة ساعتين 1:30 هيك قلبنا يبا خروح، ما حصل شيء، ما شاف شيء. يقول فتح العلق ابنه وراح. يوم ثاني قبل أذان الظهر بعد ساعة عن الصلاة، يقول ردود شفته هو ابنه جاي، بس هالمرة ما صاحوا لي، ما قال لي تعال انت،
لا، يقول أنا معمدة من شفته قلت والله شو يريد يسوي هذا؟ شفته إجا يم الضريح وبوحدة طلع العلق الأخضر، شد العلق برقبته وشد الوصلة الثانية من العلق بالضريح، ومثل الواحد اللي غرقان يشبك بكل شيء هيش خلى ايده على الضريح ويهتز. يقول من هزته عرفت انه هذا داعي يبكي داعي يتوسل. يقول وفي هذه الاثناء شفت رقبته انكسرت، قلت بس لا نام هذا وخاف راسه يطق بالضريح ينجرح يسيل دم ويم ابو فاضل مو زين. يقول شوي شوي حتى لا ازعجه، لا اخليه يطلع من هاي الجو اللي عنده، واشوف والله هذا نايم قاعد ما ينشاف ماكو شيء نظاره على عينه. يقول جيت شوي شوي فتحت الضريح العرق من الضريح بيدي وخليت الضريح على رقبته. يقول وانا دا اسوي العمليه شفت خلى ايده على ايدي. قال لي انت حج عباس ابن حج علي؟ تلاقيه. يقول قال لي انت اول نفر اشوفه بعد 13 سنه شال النظاره من عينه واذا لم يكن على عينيه آثار من الألم والجرح.